من ضمن المشاكل اللي بتستنزف طاقة الواحد فعلا وتخليه يعيش في قلق هو الوقت اللي ما بيبقاش عارف ايه القرار الصح اللي المفروض هو يعمله. يبقى الواحد مننا عايش ما بين صوتين، صوت يقول له انا قلبك وامشي ورايا عشان ارتاح، وصوت تاني يقول له لا، انا العقل وانا الصح، امشي ورايا وما تسمعش كلام قلبك عشان هتندم. فيقعد الواحد محتار وقلقان مش عارف المفروض يسمع كلام مين فيهم. السلام عليكم، أنا أحمد الشيخ، ومش عالم، إنسان مسلم، وبنحاول نتعلم مع بعض ممكن ندعي بإيه من القرآن يكون حل المشاكل اللي بتواجهنا وما بنبقاش عارفين نعمل إيه فيها. فعلا بيبقى إحساس شنيع إن أنت محتار، ما انتش عارف تمشي ورا قلبك ولا تمشي ورا عقلك، خصوصا لو قرار مصيري مترتب عليه حاجات مهمة في حياتك. كلنا بنمر بالمشكلة دي، وأنا بمر بالمشكلة دي. وصراحة يمكن كتير قعدت أفكر طب هو ممكن إن أنا أتصرف إزاي. فلفت انتباهي إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام فعلا كان بيتحط في مواقف من صغره، مواقف صعبة جدا جدا جدا. طيب لما نرجع نبص كده نشوف، هل سيدنا إبراهيم كان بيمشي ورا عقله ولا كان بيمشي ورا قلبه؟ فالصراحة لما بصيت كده لقيت إن هو في قراراته لا ينفع تمشي ورا عقلك ولا ينفع تمشي ورا قلبك. يعني أما تقرر مثلا إن أنت هتعمل حاجة ويبقى النتيجة بتاعتها ان انت هتترمي في النار، فممكن وقتها يبقى العقل بيقول ايه والقلب بيقول ايه؟ اكيد العقل بيقول لك ارجع يا جدع هنموت، هيولعوا فينا. والقلب اكيد خايف جدا، نار، نار عظيمة وهيرموه فيها. ف لا مشي ورا القلب ولا مشي ورا العقل. فاعتقد ان احنا والله اعلم يعني محتاجين ان احنا نمشي ورا الحق، ما نسألش هو عقلي ولا قلبي، وأركز أكتر على الحق فين. فتعالى كده نشوف مواقف سريعة مع سيدنا إبراهيم ونعرف هو إيه السر اللي كان مخليه مكمل وعارف إن هو يختار الحق فعلا بالطريقة دي. فنبدأ بأول موقف، هو موقف كسر الأصنام. إنه سيدنا إبراهيم هيدخل يكسر الأصنام كلها اللي هم بيعبدوها، يسيب لهم صنم واحد بس ويحط عليه الفاس، علشان لما يرجعوا ويسألوا مين اللي عمل كده في الآلهة بتاعتنا فيقول لهم ده الإله ده هو اللي كسرهم. فشوفوا هو سبحان الله مش بس ماشي ورا الحق، لا يعني كمان عارف ان هو ازاي ان هو يعني يتصرف مع الناس اللي ما بيفكروش دي، يخليهم يقفوا ازاي قدام نفسهم ويفكروا. فبيحطوهم كمان في مواقف تستدعي ان هم يرجعوا تاني يعيدوا تفكيرهم في اللي هم بيعملوه. فموقف بيدل على ذكاء شديد جدا من سيدنا ابراهيم عليه السلام. ويعني اللمحة كمان هنا انه سيدنا ابراهيم كان صغير وقتها، يعني تلاقي في القرآن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم او يا ابراهيم. ففتى يعني ما هوش حد مثلا كبير او عجوز بقى وتعلم من الدنيا او كده، لا سنه صغير. فموقف بصراحة بيبين لنا قد ايه سيدنا ابراهيم كان عنده فطنة وذكاء وحكمة. فسريعا هي مواقف كتيرة بس عشان ما اطولش عليك، تعال بص على موقف ذبح سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل. ان هو يشوف في الرؤيا ان هو بيذبح ابنه. تيجي تفكر برضو كده، تعالى حط الميزان ما بين القلب والعقل. القلب ابني حتة مني، ازاي ان انا هذبحه؟ العقل ما هو مش منطق ان انا اعمل كده وانا كنت مستني ان ربنا يرزقني بيه. وتضارب ما بين القلب والعقل، والاتنين
يؤدوا في الآخر إن هو ما ياخدش قرار إن هو يذبح ابنه. ومع ذلك سيدنا إبراهيم بيمشي ورا الحق. زي ما بقولك، لو رجعت شفت المواقف بتاعت سيدنا إبراهيم هتلاقي فيها مواقف كتيرة جدا. لكن الشاهد إيه؟ إنه إيه السر اللي خلى سيدنا إبراهيم يوصل للمرحلة دي؟ وإيه اللي ممكن أنا أعمله عشان أعدي برضو من الاضطرابات ما بين قلبي وعقلي، أو ما بين اللخبطة اللي بتبقى حاصلة بين الإحساس والعقل؟ فالشاهد إن سيدنا إبراهيم كان بيدعي بيقول: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. فلو قعدنا نبص كده على حكما، ده اللي أنا المفروض أدور عليه، ما أقولش هو قلبي ولا عقلي، ولا أقعد أركز في ده. أنا أركز إن أنا أدعي ربنا يرزقني الحكمة والفطنة والفهم. هما لما بيجوا يعرفوا الحكمة بيقولوا إيه؟ هو وضع الشيء في موضعه، إن أنت تبقى عارف الحاجة المفروض تحطها فين، تتصرف إزاي في الأمر بتاعك. فرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، يعني رب خليني أعرف الصح وقدرني إن أنا أعمله، مش بس إن أنا أكتفي بالمعرفة. لا يا رب ارزقني القدرة إن أنا أعمل الصح ده. فتخيل معايا كده، كل ما نيجي نتحط في موقف صعب وتقعد الأصوات والأفكار تتعالى جوانا بقلق وتردد، فنقول: رب هب لي حكما، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وابقى متيقن من جوايا ان ربنا هيعرفني المفروض اعمل ايه ويقدرني ان انا اعمله. فتعالى نرجع كده ونشوف ايه اللي منغص علينا في حياتنا، وايه اللي مخلينا قلقانين وحاسين ان احنا في ضباب مش عارفين نتصرف ازاي، ونبقى متيقنين ونقول: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وربنا يا رب ينور لنا بصيرتنا ويرزقنا النور يا رب والهداية. واستأذنك، لو ليك جارك، صاحبك في الشغل، زميلك، حد انت بتحبه وحاسس انه ممكن الكلام ده يبقى مفيد بالنسبة له، استأذنك تبعت له الفيديو. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة في سلسلة أدعي بإيه. السلام عليكم ورحمة الله.